انا مش ضد الجواز. خلينا نتفق كمان ان الجواز كنظام اجتماعي او كتكنولوجيا احنا تورثناه من اجيال، من زمان جدا، من قديم الازل. يعني حاجات احنا مش عارفين احنا تورثناها ليه. تورثناها بقى لاسباب دينيه، تورثناها لاسباب اجتماعيه. المهم ان حاجه احنا وصلت لنا باي شكل وباي منظر. مش دي قصتنا دلوقتي. الحاجه اللي احنا كمان لازم نفكر فيها ان الواحد لما يفكر في الجواز لازم يفكر في الجواز بشكل مختلف. ازاي؟ لازم يفكر هل الجواز هو حل لمشكله عندي انا محتاج اتجوز علشان احلها، ولا الجواز ممكن بمخاطره وبالحاجات اللي هو المحيطة بيه كلها ممكن تكون هتزود مشاكلي. حسب الأرقام وحسب الإحصائيات 90% من الناس اللي اتجوزوا كانوا غير مؤهلين انهم يتجوزوا من اساسه، ما كانوش مؤهلين انهم يتجوزوا. و5% من الناس اللي هم 90% اللي اتجوزوا برضو هم بس اللي كانوا مؤهلين ان هم يكون عندهم اطفال. انت متخيل حجم المشكله فين؟ المشكله ان المشكله تراكميه. المشكله مش مساله ان انا بروح اتجوز وخلاص والقصه بتنتهي على كده. لا، ده انا بجيب ناس تانية بتبني على المشكله اللي انا ابتديتها وانا مش عارف انا اتجوزت ليه. فلما اجي انا اسالك اقول لك انت بتتجوز ليه، ما هو السؤال قبيح ولا حاجه عيب. لا، انت لازم يكون عندك زي بالظبط لما اجي اسالك واقول لك تيجي تقول لي انا طالع اجازه، اقول لك طالع اجازه ليه؟ يعني انت طالع اجازه ليه؟ طالع اجازه عايز اتفسح. اوكي، الجواز مش فسحه على فكره. فلازم يكون عندك اجابه انت شايفها كافيه. انت عايز تتجوز ليه؟ الناس تيجي تقول لي انا بتجوز علشان بحب الشخص اللي انا عايز اتجوزه. جميل. هل انت شايف ان الجواز كمنظومه اجتماعيه وعلاقه هتقوي الحب اللي انت بتحبه في الوقت الحالي للشخص اللي انت بتقول ده عليه ان انت بتحبه؟ عزيزي، في اخبار عندي مش لطيفه. الجواز كمنظومه اجتماعيه ورقه بتتكتب بتدي ضمان للطرفين، مش لطرف واحد على فكره، للطرفين، ان الراجل ده او الست دي بقى بتوعي. وبالتالي بتتحول العلاقه من ضامن ومضمون او من حب لضامن ومضمون، وبالتالي العلاقه كلها شغلها بتتغير. فانت قبل ما تفكر تتجوز فكر انت المشكله اللي عندك ايه وهتحلها بالجواز. مش مجرد انا عايز اروح اتجوز وخلاص واعلن ان انا اتجوزت والست دي بتاعتي او الراجل ده بتاعي. لا، فكر